يا بنتي يلا يا بنتي يا بنتي حرام عليك، يلا 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 خلاص احنا مسافرين يا جدعان، مسافرين. جد المليطة انا مش عارف انت مروقه الدنيا ليه كده؟ انت ليه مروقه الدنيا؟ والله العظيم بالله عوضت تينا جيتي بالشغل ما جبت حوايج. واخيرا يا جماعه قررنا ان احنا نسافر. مساء الفل والفلالي، لسه مساء الفل الفلالي عليكم. وحشتونا يا جماعه جدا. بنغيب عليكم وبنرجع وانتوا بتستنونا. يا لسه في حاله، عاملين حاله حلوه على راي احمد امين. عاملين حاله حلوه على اليوتيوب. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ اخيرا يا جماعه قررنا ان احنا نضب شنطنا ونتكل على الله نسافر. واش غنمشيو المغرب ولا مصر؟ والله بصراحه يعني انا لغايه دلوقتي مش قايل لها احنا نروح فين، بس يعني انا لغايه دلوقتي يعني عامل لها مفاجاه. تمام، لان عيد ميلادها قرب، فانا قلت لها يعني حاجه من الاثنين، يا هسفرك مصر يا هسفرك المغرب. لسه بقى مش عارف بقى هسفرك مصر ولا هسفرك المغرب. يعني هو بص مبدئيا يا جماعه ان اهلنا اصلا سواء في مصر او في المغرب ما شافوش ميرال اصلا لغايه دلوقتي من ساعه ما موضوع الحادث. واحنا طبعا الناس اللي تعرف من زمان عارفه ان احنا ما عملناش فرح، فرحنا اتلغى. وبعد كده قلنا الحمد لله مش مشكله، والكورونا جت لما كنا محددين فرحنا في شهر 4 والكورونا جت في شهر 3، وبعد كده قلنا مش مشكله وربنا يكرمنا. اتجوزنا وعملنا كده لما كده من غير فرح ومن غير اي حاجه. وبعد كده قلنا نعمل ان شاء الله على الاسبوع بنتي او الطفل اللي جاي نعمل فرح، نعمل فرحه حلوه. طبعا جت طبعا اتقفلت بالحادث اللي انتوا شفتوه اللي حصل لي يوم الاسبوع. فالحمد لله على كل حال، احنا بنحمد ربنا على كل حال ومبسوطين وراضيين بقضاء ربنا وكل حاجه بتحصل لنا. الحمد لله بنحمد ربنا على كل حال. المهم ان احنا دلوقتي بقى انا محضر لمريم سفريه. هل سفريه مصر او سفريه المغرب؟ والله ده هتحددوا الخطوه اللي جايه بقى اللي انتوا هتشوفوها معانا. انا كده كده هنوثق السفريه باذن الله من A to Z، سواء اذا كانت سفريه المغرب او سواء اذا كانت سفريه مصر. هنشوف ردود فعل اهلنا لاول مره بيشوفوا ميرال. هتكون كلهم طبعا متحمسين. اهم حاجه في المغرب في مصر مش مشكله، المهم نمشي عند ميرال نقول لهم هاكم. لا والله وانا ايش يا حد يمسكها يوم المنى. يا سلام، شوف والله هم اصلا هياخدوها اصلا منك اصلا، مش هيرجعوها لك تاني، سواء اذا كان في مصر او سواء في المغرب. الاثنين هيتجننوا عليها اصلا، هيتجننوا ويشوفوها. هننزل بقى نشوف بقى مين اللي هيشوفوها ومين اللي مستنيها ومين اللي جاهز، وهنوثق اللحظات المؤثره الجميله دي، لان يعني ايه طال انتظارها. وان شاء الله باذن الله هناخدكم وهنصحبكم معانا في الرحله، وباذن الله ناخد الاخت مريم. امازون طبعا ما شاء الله ما بخلاش منها. ان شاء الله اشتري حوايج مبهدله كل حاجه. وش حوايج الشتوى هنايا عرفتي كيف تشعل حوايج الشتوى ما جبناهمش عاد جبرهم اليوم. والله هذه 40 يوم على اخر لحظه. والله انا ما كنتش لاقي لبس اصلا، انا الشتاء كله اتمنع. احنا عندنا هنا خلاص الصيف دخل. طبعا هذاك ديال السفر ديال عشان الطيارات عرفتوهم انتم ديما. اي عشان الطيارات ما كايناش مولط بزاف. عندنا عين هذه مش عايزين مولط كتير. واحده بحالها هنروح بقى نشوف بقى الاجواء بقى. رمضان في المغرب بقى ورمضان في مصر او رمضان في مصر او المغرب. عامه المغرب او مصر انا غنكون فرحان والله. لا والله خصني نبدل الجو وصافي والله. فهمتي الحين ناكل الدار من ساعه السبع شهور 6-7 شهور اللي قضيناها. والله جلسنا بالدار بزاف مش شفنا واحد مزيانه ان في المرض. فالحمد لله على كل حال. يعني كومي من هنايا كاين اختو الحمد لله، يعني كان شويه كنبدلوا معاها الجو يعني. والله بتغير علينا وصافي بتغير علينا والحمد لله على كل حال. اهم حاجه ان احنا يعني ادعوا لنا ان شاء الله باذن الله ان تكون السفره حلوه وجميله، ونروح ان شاء الله على خير ونرجع باذن الله على خير. سواء اذا كانت مصر سواء اذا كانت المغرب. انا عن نفسي انا هبقى مبسوط في الاثنين. وانا فين قولي بركه مسك هم هيقولوا لك هم هيغششوكي. انا هقول لهم من الناحيه الثانيه كده وهم هيغششوكي. قولوا لي هو يقول لكم انتم قولوا لي كلهم. المهم دلوقتي احنا في عندنا ايه اللي ناقص، ايه اللي فاضل بس عشان خاطر البيت متبهدل اخر بهدله ومترون اخر تروينه. يعني اسيب البيت متكركب. بصراحه يعني انا بقول الصراحه يعني مش هنسافر من البيت كده.
وعيد نسالي وهذيك ديالنا الجمع د طيب يا شد حيلك بقى وظبط الدنيا بقى. شد على الله يلا ايدي بايدك يد الجماعه يد الله مع يد الجماعه. ايه ده والله؟ وجبنا لنا الحوت. اهم حاجه يا جماعه بصوا شوف السمكات بتوعي. سمكاتي انا جبت لهم بقى ايه الجهاز ده عشان خاطر الاوتو فيدر عشان خاطر ياكلهم. ده بينزل لهم اكل. ظبطت عملت لهم تايمر هنا اهو عشان خاطر ايه ينزل لهم الاكل ايه في المواعيد بتاعتهم. محسوب علينا ما يمكنش نصوروا ونخليهم بلا ماكله. بالظبط. فطبعا انا هسيبهم في البيت هنا. انا محمود اصلا قال لي ما عرفتش قال لي شحال عن جلستهم ما عرفاش شحال عن صار. انا مش قايل لها اي حاجه. هريحها على اخر لحظه على النهار ما قاليش. هو يقول لي المهم هاد اليومين هاد السيمانه ما قاليش حتى اليوم المحدد. لا بصي الموضوع انا بحب المفاجآت. انا ما بحبش احرق ورقي بصراحه يا جماعه. انت عارفاني انا دايما بقولها في كل فيديو. انا ما بحبش احرق ورقي. قول لهم لمين؟ اليوم هم هيقولوا لك اصلا في التعليقات. هم اكيد عرفوا. اكيد انتوا عارفين مصر ولا المغرب ولا مصر. لسه مش عارفين المغرب ولا مصر. كلهم مش يقولوا لي يعني. اهم حاجه سمكاتي هيوحشوني والله بصراحه. انا اكتر حاجه هتوحشني سمكاتي انا هدي ديالي سمكاتي الجمال. واحده ماتت وعملت واحده ماتت يا عيني والله. وعملت كمان الزرع عندي في البلكونه بره. جبت له بتاع ده جهاز برضو عشان خاطر يرشوا كل شويه. يرش له كل شويه. فكل حاجه الحياه دلوقتي بقت ديجيتال يا مريم. كل حاجه بقت ديجيتال. المهم سلام انا مش انت خلاص جهزت نفسك على السفره. جهزت نفسي انا جاهزه. مجهزه حالك ومجهزه امورك. الباسبورات ديالنا ايوه الباسبورات اهم حاجه. الباسبورات من غير الباسبورات مش هنخش. هذا ديال ميرال. ايوه باسبور مغربي. ايوه ميرال على فكره يا جماعه. ميرال اخذت الباسبور المغربي قبل المصري. لسه احنا ان شاء الله باذن الله لما ننزل مصر هنبقى لما ننزل مصر يعني او المغرب على حسب يعني لسه. فهنطلع لها الباسبور المصري. الباسبور ديالي فيه جوج. ايوه هذا الباسبور بتاعي. تحيا مصر يا عم الحاج. تحيا مصر. اهم حاجه انا بص المنظر ده انا مش عاوزه. المنظر ده انا مش عاوزه. لا ما احنا فطروا بعدك وبعدك زعما نعوض. انا بقول لك المنظر ده انا مش عاوزه. لا نعوض. تمام. مش هينفع ان احنا نمشي كده بالروينه. مش اليوم ونسيب الروينه بتاعتنا. مش اليوم. لا ما لسه. لا لسه. وكمان انت اكتر حاجه نظفتيها المطبخ. ما شاء الله عليك. المطبخ عرفتي علاش؟ المطبخ شحال ما طيبت فيه. المطبخ النظيف من اول رمضان هي العزومه اللي عملتها. احنا مقضينا اصلا بنفطر في رمضان مره بنعزم مره يعني حتى لو احنا ما حدش عزمنا احنا بنروح نعزم نفسنا غصب واقتدار كده عند الناس. انا المطبخ عندي يسحر ما كنسحروش كناكلوا عيدان. احنا مقضينها ما بنسحرش. تبارك الله المطبخ. احلى حاجه يا جماعه ان انت ما تسحرش والله العظيم بصراحه. يعني الموضوع ده فارق معانا كتير جدا. بنصوم براحتنا. وموضوع السحور ده بصراحه يعني انا بالنسبه لي اختراع. لا والله لا اختراع فاشل. من صوم انا كنت مع الرضاعه عن حس بالجوع فكنت خايفه من الصيام. احنا بنفطر كويس. حيت انا كنت كنوض في الصباح كان الصباح فيا الجوع يعني مع الرضاعه كان الصباح كنموت بالجوع دايركت نفطر. فكنقول محمد شنو نعمل في رمضان؟ سبحان الله من عند الله التيسير. والله ما كنحس لا بعطش لا بجوع. ادعوا لها ربنا يثبتها ويقويها لان مريم بترضع وفي نفس الوقت بتصوم ما شاء الله عليها. يعني بصراحه الحمد لله ربي قدرني وصمت. يعني انا قلت لها العام اللي فات كامل وانا حامله وهذا العام نصوم وانا كنرضع. انا قلت لها والله بصراحه لو انت مش قادره. لا انا ما كنعمل حتى شي حاجه. ما عندي خدمه ما عندي. كان قايل جالسه في الدار الفطور ما كنعملوش. فكتر خيرها. قالت لي لا انا هاخد ومين يعوضني ومش مين يعوضني بتاع. قلت لها خلاص نصوم مع الجماعه عندك الموضوع. قلت لها ماليش فيه. عندك الموضوع. انا بالنفسي انا كزوجك قلت لك انت عندك رخصه يعني انت بترضعي. لو انت مش قادره ما تصوميش. تمام. قالت لي لا انا هقدر واصوم. ما شاء الله عليها والله بصراحه. الحمد لله وانا حامله. والسنه اللي فاتت كمان وهي حامل والله صامت كمان يعني ما شاء الله عليها يعني. ربنا يديها الصحه. فرض علينا شهر مجانا ما يعمل والو. مجانا هو رمضان قرب. احنا قلت لنا ورمضان عاد. مشكلة رمضان قرب يخلص. دي المصيبة. مصيبة ان رمضان قرب يخلص. ما كملناش. كطير.
المهم يا جماعه احنا حبينا ان احنا نبلغكم بس ونعرفكم ان احنا مسافرين ان شاء الله. تمام ان شاء الله باذن الله. استنوا السلسله كامله، استنوا الحلقه الجايه. استنوا الحلقه الجايه طبعا، ممكن هتعرفوا فيها احنا رايحين على فين. هنوثق السفريه باذن الله. انا النهارده باذن الله هنوثق السفريه كلها، وان شاء الله باذن الله استنوا الفيديو اللي جاي. هيبقى في فيديوهات كتير الفتره الجايه، فخليكم متابعين معانا عشان خاطر احنا على طول هننزل لكم الفيديو. يعني تقريبا ممكن كل يوم تلاقوا فيه فيديو عادي جدا، مفيش مشكله. ان شاء الله. بالظبط كده. هنطلع نقول لكم السلام عليكم. احنا شوفوا ردة فعل الاهل ديالنا اللي عايشوا ميران لاول مره، بالظبط، سواء اهل محمود ولا عائلتي انا. في مفاجآت مستنيانا ان شاء الله باذن الله. خليكم متابعين السلسله وما تفوتوش ولا حلقه فيها، لان الحلقات هتكون متسلسله، فانت لازم تشوف الحلقه اللي قبل منها واللي بعد منها وتنزل على المصادر. ونشوفكم ايه؟ سبسكرايب. ايوه لايك. والله انت مجنون. نشوفكم في الفيديو الجاي. باي.